حطي السكاكين على النار واكسبي الملايين. انا عارفه ان انت اول مره تشوفي الفكره دي، بس والله لو قلت لك ان انت هتشوفي النتيجه بعد 10 دقايق يبقى انا بكذب عليكي، لانك هتشوفي النتيجه بعد 20 ثانيه بالظبط، وكل حاجه هتكون قدام عينيكم. بس اتمنى لو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تبخلوش علينا بلايكاتكم الحلوه. كمان يشرفني ان انتوا تشتركوا معايا في قناتي وصفحتي على الفيسبوك باسم وصفه وطبخه مع لولا. اول حاجه انا لميت كل السكاكين والمقصات الموجوده عندي، وبدات ان انا اسخنها على عين البوتاجاز لمده نص دقيقه بس. بعد كده جبت طبق فيه الرز، بس اهم حاجه الرز بتاعي يكون الرز البلدي اللي بيكون الماده اللي انتوا شايفينها على ايدي دي. ما ينفعش رز الشركات خالص، عشان يجيب معانا نتيجه فعلا لازم يكون الرز البلدي ده. والسكينه والمقص وكل حاجه مسخنه كده وسخنه لازم ننزل بيها كده في الرز. طبعا زي ما قلت لكم لو الرز بتاعنا رز شركات ومغسول مش هينفع ولا مش هيدينا نتيجه خالص. وبنسيب بقى السكاكين كده من بالليل لتاني يوم الصبح. عاوزه اقول لك ان هي هتكون معاكي احد من الموس. وانسي بقى ان انت تروحي تبوظي مقص او سكينه او ان انت بقى تسنيه والكلام ده كله. طيب انا مش عاوزه اعمل كده، او ما عنديش رز، او عاوزه بقى ان انا يعني احمل حاجه كده في وقتها. مفيش احسن من الطريقه دي. الفرخ بتاع الصنفره ده كله على بعضه ب2 جنيه، انا مش محتاجاه كله، انا محتاجه القطعه الصغيره دي وتكفيني كتير جدا. بس برضو لازم اسخن السكينه او المقص او اي حاجه انا عاوزه احميها، لازم تكون دافيه معايا. ليه؟ عشان لما بنسخنها بتحمى معانا بسرعه جدا. انتوا هتشوفوا المقص دلوقتي عامل ازاي. على فكره المقصات دي انا ما حمتهاش بقالي ليا فتره طويله جدا، بس لما تحمي لازم تكون سخنه معاكي. حميها تبقى معاكي زي الموز بالظبط، احد من الموز. انا اعرف ناس كتير جدا ان هي من كتر ما هي تعبت من كل شويه سن السكاكين ان هي بقت بتشتري سكينه جديده. لا، مفيش الكلام ده. انت لو عندك سكينه تلمه جدا وجبتيها وحطيتيها على النار بس نص دقيقه بنفس الطريقه كده، وعملتيها يا اما في الرز او عملتيها بالصنفره، او تالت طريقه بقى ان انت تجيبي ورقه الومنيا، الورق الالومنيا اللي كلنا موجود عندنا في البيت وكمان بنرميه. مش لازم تكون ورقه جديده، ممكن تجيبي ورقه مستعمله. وبعد ما تسخني السكاكين كويس جدا وتكون معاكي سخنه، ابداي ان انت غطيها بالشكل ده وسيبيها من بالليل لتاني يوم الصبح. شوفي تاني يوم الصبح هتكون عامله معاكي ازاي، كأنك بتتعاملي بالموس. خدي بس بالك من ايدك، لان بجد هتكون كل حاجة عندك حامية بعد الطريقة دي، خصوصا طريقة ورقة الألمونيا وممتازة فوق الممتازة فعلا حرفيا. بعد كده بقى انا بسيبهم كده بالشكل ده واغطيهم كلهم وبسيبهم من بالليل لتاني يوم الصبح. اما رابع طريقه وهو المسن، وبصراحه انا ما برجحوش مع ان عندي المسن ومش بستخدمه خالص. ليه؟ لان مش بيديني نفس النتيجه بتاعه الطرق التانية. وكمان لو احنا فعلا عاوزين نحمي يبقى يا اما هنستخدم الرز او ورقه الالومنيا او حتى الصنفره.